مصطفى زروال الكاتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين. اليوم هذه هي الوقفة الثالثة في البرنامج التصعيدي للنقابة المستقلة داخل عمالة سلا. اليوم النقابة المستقلة نهجت جميع السبل للحوار وللوقوف ضد هذه الاختلالات، لكن اليوم المندوب الإقليمي والمسؤولين داخل سلا يمارسون سياسة الأذان الصماء تجاه هذه المطالب المشروعة للأطر الصحية، حيث أن المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة وقف على مجموعة من الاختلالات أهمها التدبير العشوائي للموارد البشرية داخل الإقليم، حيث تم إفراغ مثلا المستشفى من أطوره، مما سبب أزمة قد تعصف باستمرارية العلاجات الاستعجالية داخل المستشفى وداخل عمالة سلا، حيث نجد اليوم المستشفى مصلحة المستعجلات تشتغل ب3 ممرضين فقط وتستقبل أكثر من 400 حالة في اليوم كذلك مصلحة الإنعاش لا زالت مغلقة، وهي مصلحة حيوية لاستمرارية العلاجات داخل الإقليم. كذلك بنك الدم اليوم مغلق، ومصلحة الأنف والحنجرة لا زالت مغلقة. أيضا اليوم يقوم المندوب الإقليمي باتخاذ تدابير دون المقاربة التشاركية مع النقابات، حيث أرسل اللوائح الخاصة بالمرامي الصحية تبعا للمذكرة الوزارية دون استشارة وإقصاء مجموعة من الأطر من هذه التعويضات التي خصصتها الوزارة للأطر الصحية داخل الإقليم. كذلك اليوم في إطار تدبير مناصب المسؤولية، المندوب الإقليمي يتوجه إلى اتباع نفس السياسات التي أدت إلى المشاكل التي نعاني منها في إطار تدبير مناصب المسؤولية. نحن اليوم بصدد تنفيذ البرنامج النضالي الذي سطره المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، والذي جاء استجابة لنداء القواعد نظرا للاحتقان الذي تعيشه مؤخرا داخل المندوبية ككل، وخصوصا المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله. هذا الاحتقان نتج عن التدبير العشوائي للموارد البشرية وللقطاع الصحي ككل داخل العمالة من طرف السيد المندوب وأثر سلبا على جودة الخدمات وعلى الخدمات في حد ذاتها، كما أثر على الوضع الصحي والاجتماعي للأطر الصحية، وأثر على الخدمات المقدمة للمرتفقين نتيجة غلق أو بالأحرى توقف خدمات وحدات الإنعاش منذ ما يقارب سنة والنصف، وكذلك إغلاق أو عدم فتح بنك الدم، وهو ما يحث المرتفقين والمرضى على حد سواء إلى محاولة تدبير وزيادة تدبير هذه الخدمات في أماكن أخرى، وهو ما يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين، ويجبر في كثير من الأحيان المرتفقين والمرضى على تكبد عناء النقل إلى مستشفيات أخرى وتدبير خدمات من المفترض أن يستفيدوا منها داخل المستشفى. يونس الجوهري، عضو المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين بسلا. اليوم جئنا نحتج في إطار وقفة احتجاجية بعد أن قمنا بوقفة احتجاجية الأسبوع الماضي أمام مقر المندوبية. اليوم نقوم بها أمام مستشفى مولاي عبد الله، وذلك احتجاجا على التدبير الارتجالي للمندوب الإقليمي الذي أدخل قطاع الصحة بسلا في مجموعة من الاختلالات العميقة التي تضرب العرض الصحي بهذه المدينة، والتي أبرزها على رأسها أولا سوء تدبير الموارد البشرية، حيث تعاني المراكز الصحية من تباين وفي توزيع الموارد البشرية بين المراكز الصحية، مما يجعل يعني العديد من هذه المراكز تعاني من خصص مهول في الموارد البشرية، ويؤثر ذلك على جودة الخدمات المقدمة للمواطن وعلى كثرة الأعباء الأطر الصحية التي تشتغل في ظروف مزرية. كذلك على مستوى مستشفى مولاي عبد الله، حيث يعاني هذا المستشفى من خصص مهول في الموارد البشرية بسبب سوء توزيع هذه الموارد، حيث لحد الآن وبعد أزيد من 6 سنوات من بدء الاشتغال به لا زالت هناك مصالح حيوية لم تشتغل، لا زالت مغلقة، كمصلحة الإنعاش، مصلحة بنك الدم، مصلحة الفم والأنف والحنجرة، ومجموعة من المصالح. كما أن المندوب الإقليمي من خلال قرارات ارتجالية مؤخرا قام بسحب مجموعة من الأطر الصحية من هذا المركز، مما زاد من تفاقم الاختصاص المهول في هذه الموارد البشرية، وأدى إلى يعني اتجاه إلى ضرب الخدمات الاستعجالية بهذا المرفق. كذلك يعني جئنا نحتج على غياب المقاربة التشاركية والتدبير
الانفرادي للمندوب الاقليمي لقطاع الصحه بسلا، حيث مؤخرا خير مثال على ذلك هو ان المكتب الاقليمي للنقابه المستقله قد وضع طلب لقاء من اجل تدارس هذه الاختلالات لازيد من شهر، وليس هناك استجابه لهذا الطلب اللقاء. وبالتالي نستنتج ان المندوب يعني يتجاوز، يقفز على الحوار، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على يعني غياب اجوبه على هذه الاختلالات التي يطرحها والتي يعاني منها قطاع الصحه بسلا.